عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا مقارونة محشية باللحم مفروم. تعمل الكيف تبارى للعشاء ولا للفطور. اقعدوا معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عنا 300 جرام لحم مفروم. فما شكون يحب يعمل سكالوب يعمل سكالوب زاد يجي بنين على الاخر. عنا 4 كعبات طماطم مفرومين مع راس بصل. عنا شوية معدنوس شوية فروماج رابي. وبالنسبة للفحات عنا شوية ثوم شوية كليل مرحي ملح كركم تابل وكروية وشوية حبق شايح وريقة رند. وعنا ريقوتا باش نعملوا معاها الريقوتا المرة هذيا باش نبدلوا شوية. عنا في قلاية راس بصل صغير مقصوص باش نحطوا عليه اللحم مفروم. اللحم نحلوه مليح باش يتسيبلنا الكل وما يقعدش مكعبر. لازم نحلوه من بعضه وما ياخدش برشا وقت باش يطيب اللحم مفروم. علاش قلت لكم راهي دبارة ساهلة وتحضر في ساعة. باش نحط عليه لفحات ثوم والكليل الشايح والكركم. نخلطو كاللحم مفروم باش الفحات الكل تدخل في اللحم ويجينا بنين وفاوح. حتى بسكالوب تجي بنينة يا جماعة راهو جربوها. هنا اللحم تاعنا هكا سايب شوية الماء بتاعو نخلوه لي يشيح شوية وبعد كده نرجعوا له. هنا عندنا كسرونة صغيرة حطينا فيها طماطم المرحية. نزيدوا عليها شوية زيت زيتونة وإلا زيت نباتي. عندنا مغرفة صغيرة هروس اللي يحبها موزوزة شوي. مغرفة ثوم وشوية كركم شوية ملح الصوص ما تشدش برشا وقت من 4 درجات تكون حاضرة. ورشة الحبق الشايح هذيك لازمة ما ننسوهاش. هنا الصوص بتاعنا قريب تحضر. رمينا وريقات الرن شوية اخر ونطفيو عليها. هنا اللحم تاعنا صي يحضر. نحيو وريقات الرند شوية ونطفيو عليه دقيقة ونطفيو الغاز باش يبقى المعدنوس يعطي المطعم بتاعه والبنة بتاعه. اللي يحب يحط سبناخ يحط سبناخ زادا بالسبناخ تجي باهية وبنينة وكلها منافع. فما شكون يحط سفنارية زادا رابي. هنا باش نتعدو نعملو صوص بشاميل. عندنا 50 جرام زبدة نذوبوهم على نار هادية مش نار قوية. وعندنا 50 جرام فارينة وإلا 3 مغارف كبار. و500 مليلتر حليب. ونبقاو نخلطو بالفوي ما نقصوش عليها باش ما تجيناش مكعبرة.
وما نخلوهاش تعقاد برشا باش ما تجيش يابسة من بعد، خاطر باش نزيدو نحطوها في الفور باش تزيد تشيح وتجمد شوية، كيما تراو القوام بتاعها كيفاش يلزم يكون مش أكثر من هكاكا. توا نتعداو للحم مفروم نحطو الفرomage ونحطو القوطة اللي يحب اختياري، اللي يحب ما يحطش ما يحطش. في طبق باللار نحطو شوية ماك الصوص اللي طيبناها. بالنسبة للصوص اللي يحب يحط طماطم مركزة يحط، أنا نحبها طماطم مكعبة كهو، اللي يحب يزيد شطير مغرفة طماطم مركزة ينجم يزيد. نبداو نعبو في كعبات المقارونة، نعبوها مليح باش ما تقعدلناش فارغة من داخل، ونبداو نرصفو فيها في الطبق بتاعنا. كما تشوفوا ساهلة ما فيها حتى شيء، اللي يحب يزيد الخضرة يزيد الخضرة يعمل سفناري كما قلت لكم، يعمل سبناخ، يحب يعملها خضرة كهو يعمل سبناخ وقوطة تجي بنينة زادة. كملنا رصفناهم بالشكل هذا كما تشوفوا. توا باش نغطوها بالصوص، كملنا غطيناها. توا باش نحطو صوص بشاميل اللي طيبناها مع بعضنا، يلزمنا نغموها الكل بالصوص بشاميل باش تجينا بنينة وتجينا طرية وهكا وتذوب في الفم حاسيلو. باش نحطوها في الفور مدة نص ساعة على 180 درجة. ان شاء الله عجبتكم يا رب الريسيت، ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي شنو رايكم. وكان اول مرة تزوروا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وان شاء الله ملتقانا في دبارة جديدة، ونخليكم في امان الله.